إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم بناتي، ازيكم خواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضنا طحينة. هنعملها من ايه يا ماما؟ هنعملها بالسمسم المحمص، ومعانا سوداني محمص، ومعانا كوباية دقيق. طب كوباية الدقيق دي لإيه؟ دي عشان ربط الطحينة، عشان تربطها تخليها سايلة قوي. ومعانا هنا زيت اللي هنشتغل بيه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ علشان لا يكون فيهم رطوبة او حاجة، هنحطهم لازم على النار تاني ونشوحهم على النار تشويحة دوبك بس تدفى، مش تسخن قوي ولا تتحمر، يا دوبك بس تسخين بسيط قوي. يلا بينا. اول حاجة بتجيبي معاكي طاسة معاكي وبتنزلي، بنحطها على النار وبتسخن، بتنزلي بالفول السوداني الاول عشان يعني حجمه بيبقى ضخم شوية، بياخد الصهد اللي هو الأول ده. طب وبعد كده بنعمل ايه؟ بنوطي النار وبنخلي النار هادية لحد ما يسخن كله مع بعضه. طيب هنحط ايه تاني؟ كده خد الصهد بتاع الطاسة، هننزل بالسمسم بتاعنا. احنا بس بنطلع منه الرطوبة عشان ميبقاش فيه أي بكتيريا لا قدر الله. وبعدين ده السمسم المحمص اللي هو البني ده بيبقى سمسم محمص. انت لما تروحي عند الراجل قول له عايزه سمسم محمص. الابيض ده بيبقى ني، فلازم يتحمص كده كده، لازم يتحمص وعلى نار دافيه، بس بقى ايه، يتحمص ايه فتره طويله على نار لحد ما يسخن قوي كله مع بعضه وتحسي لونه بقى اصفر زي كده. لكن انا هنا بسخنه كله مع بعضه عشان اطلع الرطوبه منه. دلوقتي هنجيب الدقيق كمان ونحطه معاهم. كده نزلنا كمان بالدقيق. طب يا ماما المقادير ايه؟ احنا حطينا كوبايه دقيق، كوباية فول سوداني، 3 كوبايات سمسم محمص، وبتقلبيه كله كده على النار. هو كده تقريبا كله سخن. هناخده بقى وننزل بيه في قلب المطحنة بتاعتنا علشان نطحنه. كده حبايبي جبنا المطحنة بتاعتنا وهنملاها ما شاء الله. كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اتطحنت، واتطحنت حلوة قوي. وشايفين الدقيق والسوداني خليها متماسكة ازاي. الدقيق عشان يمسكها، واما الفول السوداني عشان يديها ريحة قوية مع السمسم. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب معانا الخلاط وهنحط فيه كوباية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. كده كوباية زيت كبيرة، وهننزل بجزء من اللي احنا طحناه في قلب الزيت. بسم الله، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. كده حطينا كمية كويسة. هناخد بقى الخلاط بتاعنا ونحاول نضربها ضرب جميل كده مع بعض. يلا بينا. شايفين شكلها؟ بس لسه هنحط بقية الكمية بتاعتنا. نقوم من بره، شايفين الشغل؟ تعالي كده معايا بصي. بسم الله ما شاء الله تقوى. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين؟ تحفة. هنجيب معانا بطرمان كده ونصبها بإذن الله. البطرمان يكون مغسول ومعقم ونضيف. نسمي كده بسم الله. هاتي هنا التصوير. بسم الله. شايفين القوام بتاعه نازل؟ شايفين؟
بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين؟ تبارك الله تبارك الله. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ شايفين الجمال؟ شايفين السمك؟ تبارك الرحمن. حاجة نظيفة وعاملاها في بيتك وسعرها عمره ما يجيب ال100 جنيه بتاعة الكيلو الطحينة، وانتي اللي عاملاها في البيت وعارفة عاملاها ازاي. يا رب اكون قدرت افيد ولادي وبناتي. ان عجبكم متنسوناش باللايك سبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.